السلام عليكم. رجعنا لكم بعد غياب طويل بمجموعة فيديوهات قوية جدا ان شاء الله، وكمان كل واحد فيكم يقدر يشارك معانا ويكتب في الكومنتات افكار المواضيع اللي حابب اننا نغطيها قريبا، وباذن الله هنختار من تعليقاتكم ونشتغل عليها الفترة الجاية. في فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن واحد من اهم المواضيع اللي موجودة في مجال تحليل البيانات عموما، وكمان هو سؤال صريح في الانترفيو، يعني مفيش اي انترفيو في مجال تحليل البيانات الا لو هتتسأل فيها السؤال ده، وكمان اجابتك للسؤال ده بتبين للشخص اللي بيعمل لك الانترفيو قد ايه انت شخص فاهم او انت شخص ما عندكش خلفيه كبيره في المجال. وعايزك تركز كويس جدا معايا، وحاول يبقى عندك نوت وانت بتتفرج على اي فيديو وتكتب فيها الحاجات اللي انت طلعت بيها من الفيديو ده، لان زي ما قلت لك كل كلمه في الفيديو ده هي مهمه جدا وهتتسال عليها في الانترفيو. في فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع اسمه تايبس اوف اناليسيس او انواع التحليلات. ليه بقى مهم جدا انك تكون عارف حاجه زي دي، وليه احنا بناكد على اهميه الموضوع ده، وليه بيسالوا عليه في الانترفيوز؟ لان ببساطه اختيار النوع الصحيح من التحليل هو اللي هيحدد شكل النتائج اللي انت هتطلع بيها، وكمان هيخليك فعلا قادر تجاوب على الاسئله المهمه اللي موجوده عندك في البيانات، زي مثلا ايه اللي حصل بالظبط عندنا في البيانات دي بتقول لنا ايه، بتتكلم عن ايه بالظبط، وليه اللي حصل في البيانات ده حصل اصلا، يعني ليه مثلا عندي المبيعات كتيره، ليه المبيعات قليله، ليه المبيعات بتزيد في يوم معين من الاسبوع، وكمان ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، واخيرا ايه افضل قرار المفروض اخده بناء على البيانات اللي موجوده قدامي دي. لو انت مش عارف الفرق ما بين الديسكريبتيف والديagnostic والبريدكتيف اناليسيس، الفيديو ده هيكون مهم جدا بالنسبه لك. ومش بس كده، لا، الفيديو ده ان شاء الله هيغير نظرتك اللي بتتعامل بيها مع البيانات. جاهزين نبدا؟ يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا كالمعتاد، جهز قهوتك ويلا بينا. قبل ما نتكلم عن انواع تحليل البيانات، عايزين الاول نفهم ايه هو اصلا تحليل البيانات. تعالوا كده مع بعض نفهم الموضوع بشكل اعمق. بصوا، في البدايه كده خلونا نتكلم بصراحه ونتفق اتفاق ان الهدف الاساسي من تحليل البيانات سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر ان الشركه تكسب فلوس او الشركه تعمل فلوس اكتر او ان اداء البيزنس يتحسن بصوره واضحه، وده طبعا بالتالي بيؤثر على ان الشركه تكسب فلوس اكتر. طيب الكلام ده بقى معناه ايه؟ ببساطه شديده كل قرار او خطوه انت كشركه بتاخدها بتؤثر على الارباح او على اداء الشركه بشكل عام. دورك انت بقى كمحلل بيانات من خلال المهارات اللي عندك ومن خلال التولز اللي انت بتعرف تستخدمها انك تخلي الشركه تاخد القرار الصح، وبالتالي تحقق ارباح اعلى او تقلل التكاليف او تحسن الاداء. يعني لو هنبسط الموضوع اكتر، لو انت عندك مطعم هتلاقي عندك بيانات كتير جدا. عندك مثلا بيانات للمبيعات، بيانات للمواد الخام والتكاليف، بيانات تخص العملاء، بيانات تخص تقييمات العملاء، وحاجات كتير جدا. دورك انت بقى هنا كمحلل بيانات انك تمسك البيانات دي كلها وتحللها بحيث تفهمها بوضوح وتقدر تجاوب على اي سؤال في البيزنس. يعني مثلا لو صاحب المطعم ده قال لك ايه اكتر المنتجات اللي بتتباع عندنا، وليه المنتجات دي بالتحديد هي اللي بتتباع، هل الناس بيحبوا المنتجات دي ولا هل باقي المنتجات اصلا مش حلوه وما تتحبش، ايه المنتج اللي انا لازم اوقف بيعه او لازم اوقف انتاجه عندي لانه مش بيكسبني فلوس، ايه اكتر فتره عندي في المطعم بيكون فيها زباين كتير وفي ازدحام، وهل انا في الفتره دي محتاج ازود موظفين. الاجابه على الاسئله دي كلها هتساعد المطعم سواء بصوره مباشره او غير مباشره انه يكسب فلوس او يقلل الخساره. وهنا بقى بيجي دور الادوات اللي انت هتستخدمها زي السيكوال والاكسل والبايثون والباور بي اي والتابلو والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي هي مجرد تولز هدفها واحد بس، انها تساعدك تكتشف وتفهم الباترنز او الانماط او العلاقات اللي موجوده عندك في البيانات. كلمه باترن او كلمه نمط دي حاجه انت هتسمعها كتير جدا في مجال تحليل البيانات، ومعناها ان في سلوك او في حاجه معينه بتحصل عندي في البيانات بصوره متكرره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا اكتشفنا ان كل يوم جمعه وسبت المبيعات بتزيد جدا مقارنه بباقي ايام الاسبوع. ده كده باترن، لانها حاجه مكرره كل يوم جمعه وسبت في اي اسبوع المبيعات بتكون ازود من باقي الايام. وكمان وظيفتك كمحلل بيانات والحاجه اللي بتبين مهارتك كويس جدا انك تحاول تلاقي اي علاقه غريبه، اي علاقه كده موجوده في البيانات، تلاقي علاقه ما بين متغير ومتغير تاني، تلاقي علاقه ما بين حاجه موجوده عندك في البيانات وحاجه اصلا موجوده بالعالم الخارجي. يعني مثلا اكتشفنا ان احنا لما درجه الحراره بتكون مرتفعه شويه والجو بيبقى حر، ان مبيعات الايس كريم بتزيد جدا ومبيعات العصاير برضو بتزيد جدا. وبالتالي معرفتك لمعلومه زي دي تقدر ان انت تعمل ريكومنديشنز او تعمل توصيات تفيد البيزنس بتاعك. يعني مثلا تشوف درجه الحراره وتبدا بقى الايام اللي فيها درجه الحراره عاليه شويه تبدا تزود المواد الخام، وتبدا مثلا تزود عدد الموظفين يوم الجمعه والسبت بما ان الايام دي احنا بنبيع كتير. وفي الايام برضو اللي فيها صيف شويه ممكن تعمل بقى عروض على الايس كريم، تعمل عروض على العصاير، وكل دي حاجات بتزود المبيعات بطريقه او باخرى، وبالتالي انت بتكسب فلوس اكتر. وهنا انت حولت مجرد بيانات، مجرد ارقام خام ملهاش اي لازمه، لانماط وعلاقات قدرت تستفيد منها بشكل واضح، وكمان تاخد قرارات تفيد البيزنس بتاعك وتزود الارباح. بعد كده بتبدا تحول البيانات دي لمعلومات واضحه. يعني مثلا مبيعات البيتزا في الفتره الصباحيه قليله جدا بس مبيعات القهوه بتكون زياده، دي كده معلومه مش مجرد بيانات خام. البيانات الخام حاجات ملهاش لازمه، زي مثلا لما انا اقول لك سعر البيتزا 80 جنيه، سعر العصير 50 جنيه، سعر كذا كذا، اسم العميل ده محمد، عنده 28 سنه. كل دي ارقام
وحقائق ملهاش اي لازمه، حاجات خام. دورك انت كمحلل بيانات انك تستغل البيانات الخام اللي ملهاش لازمه وتحاول تخليها معلومه مفيده. هديك مثال على بيانات. البيانات عندنا بيتزا، سعر البيتزا 100 جنيه، دي كده بيانات ملهاش معنى. لكن لما اقول لك ان مبيعات البيتزا الصبح بتبقى قليله جدا لكن مبيعات القهوه بتكون كبيره جدا، دي كده عباره عن معلومه. لما انت بيبقى قدامك معلومه دلوقتي الدنيا بقت واضحه بالنسبه لك، بتبدا تدخل على المرحله الاهم وهي النولج او المعرفه. النولج او المعرفه هي بقى التفسير. احنا عايزين نفسر بقى المعلومه دي، نفهم ليه ده حصل، ليه عندنا الصبح مبيعات البيتزا قليله والقهوه كتيره. النولج بقى تقول لك ممكن يكون سبب انخفاض مبيعات البيتزا مثلا ان الناس مش بتاكل بيتزا الصبح، الناس مش بتحب تاكل اكل تقيل مثلا، يعني بتخلي الوجبات اللي هي زي كده لاخر يوم او لنص اليوم. وكمان بيفضلوا مشروبات ساخنه زي القهوه. وممكن برضو يكون ان انت قريب من مكان شغل او عمل، فالناس كلها وهي ماشيه الصبح بتجيب قهوه وهي رايحه الشغل. بعد ما انت حولت الداتا لانفورميشن لنولج، بعد ما بقى عندك معرفه او نولج، تقدر دلوقتي بقى تعمل ريكومنديشنز وتعمل توصيات وقرارات هتساعد الشركه انها تحسن الارباح، انها تزود الارباح. زي مثلا انك تقول لصاحب المطعم الفتره الجايه المفروض نقلل من انتاج البيتزا بشكل كبير جدا في الصبح علشان نقلل التكلفه، وعايزين بس نخلي تركيزنا في الصبح كده على القهوه وعلى الاكل الخفيف بقى زي كرواسون ومش عارف ايه، حاجات كده مناسبه للفطار، لان الكلام ده مش بينفع الصبح، ولو احنا عملنا بيتزا الصبح احنا كده هنخسر. وبالتالي انت هنا ساعدت الديسيجن ميكر او صاحب القرار او الشخص اللي هو صاحب الشركه دي او صاحب المطعم انه ياخد قرار مبني على بيانات حقيقيه، مش مجرد احساس او تخمين شخصي. وده هو جوهر مجال تحليل البيانات، ان انت بتاخد القرار بناء على تحليلك للبيانات. يبقى دلوقتي لو رجعنا للنقطه اللي قلناها من الاول، تحليل البيانات في النهايه هدفه واضح جدا سواء بشكل مباشر او غير مباشر، ان يساعد الشركه او البيزنس يكسب فلوس اكتر او يقلل الخسائر او يحسن اداء الشركه. ودلوقتي بعد ما فهمنا ايه هو تحليل البيانات واهميته العمليه، جاهزين دلوقتي اننا نتكلم عن انواع التحليلات عشان نعرف ايه النوع الانسب اللي هيحقق اهداف الشركه بشكل اكبر. عرفنا خلاص يعني ايه تحليل بيانات، وفهمنا ان دورك كمحلل بيانات مش بس انك تشتغل على تولز ادوات زي السيكوال والاكسل والبايثون والباور بي اي والكلام ده كله. الاهم من ده كله انك تطلع بانسايتس وانك تطلع بنولج واضحه تساعد الشركه تكسب فلوس اكتر. اي حد ممكن يستخدم السيكوال، اي حد ممكن يكتب كويريز، اي حد ممكن يكون شاطر في الاكسل، بس مش اي حد يعرف يطلع بنولج او يطلع بمعلومه قيمه في البيانات. تايبس اوف اناليسيس او انواع التحليلات. خليني اقول لك ان التحليل هو مش نوع واحد بس، هو عباره عن 4 انواع وكل نوع منهم بيكون ليه دور مختلف. الموضوع شبه لما الدكتور يكشف على حاله فبيختار التحليل المناسب للمريض ده او للحاله دي. بالظبط كده انت كمحلل بيانات لازم تختار نوع التحليل المناسب للموقف اللي انت فيه دلوقتي. انواع التحليلات هم 4 انواع رئيسيه. اول حاجه descriptive analysis اللي هو بيجاوبك على سؤال ايه اللي حصل. تاني نوع الدياجنوستيك اناليسيس او التحليل التشخيصي، وهو بقى اللي بيفهمك اللي حصل ده حصل ليه اصلا، بياخد التحليل بتاعك لمرحله اكبر. ثالث نوع اللي هو البريدكتيف اناليسيس او التحليل التنبؤي، اللي هو بيقول لك خلاص احنا عرفنا ان في مشكله وعرفنا المشكله دي حصلت ليه، عايزين بقى في المستقبل نتنبأ بشويه حاجات معينه ونعرف شويه حاجات معينه ونبدا بقى نشوف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. ده كده التحليل التنبؤي. واخر نوع البريسكريبتيف اناليسيس اللي هو بيجاوبك على سؤال نعمل ايه بقى دلوقتي، يعني نعمل ايه في المستقبل، ايه الحاجه اللي نعملها دلوقتي علشان نتفادى شويه حاجات كانت ممكن تحصل في المستقبل. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نبسط الموضوع بصورة أكبر ونفهم الموضوع بالتفصيل ونتكلم ونحكي سوا. تعالوا دلوقتي نبدأ أول نوع من أنواع تحليل البيانات، النوع الأبسط والنوع الأساسي والنوع اللي من غيره كل التحليلات التانية مش هتنفع تتعمل أصلا، الديسكريبتيف أناليسيس أو التحليل الوصفي. طيب يعني إيه بقى تحليل وصفي؟ ببساطة التحليل الوصفي هو إنك بتوصف البيانات اللي عندك بشكل واضح وسهل. انت مش بتحاول تفسر السبب ولا بتتنبأ بالمستقبل، كل اللي انت بتعمله مجرد ان انت بتوصف البيانات دي او بتلخص البيانات دي. ببساطه الديسكريبتيف اناليسيس او التحليل الوصفي هو بيجاوب على سؤال ايه اللي حصل. يعني دلوقتي تخيل كده ان انا اونر بتاع مكان او انا مدير المكان ده، وانا هعين عندي داتا اناليست. هكلم بقى الاناليست ده واقول له انا عايز اعرف اجمالي المبيعات كام، ايه المنتج اللي بيتباع اكتر حاجه، ايه المنتج اللي اقل مبيعا. طيب في كاتيجوريز المنتجات عندي يعني الملابس، الاحذيه، الشنط، الساعات، النظارات، ايه اكتر كاتيجوري بيباع عندي. طيب ايه اكتر كاتيجوري بيحقق لي بروفيت، يعني مش شرط ان هو اكتر حاجه بتتباع ان هو اكتر حاجه تحقق بروفيت او تحقق ربح. انا عايز بقى اعرف اكتر بروفيت بيحقق ربح علشان ابدا ازود المنتجات دي واجيب منها بشكل اكتر. طب ايه اقل حاجه عندي بتحقق لي بروفيت علشان اقلل منها او ممكن اصلا استغنى عنها خالص. لو انت اخدت بالك احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنجاوب على اسئله بسيطه، ايه اكتر، ايه اقل، المتوسط، المش عارف ايه، كل دي حاجات بسيطه. بس انا دلوقتي ما دخلناش في السبب وما عرفناش هو اشمعنى الموبايلات اكتر حاجه بتتباع عندنا، هو ليه بالتحديد في قسم الملابس والحاجات دي اكتر حاجه بتتباع شنط الحريم، اشمعنى الشنط الحريم. احنا ما جبناش السبب، احنا مجرد عرفنا الحاجه المعينه، احنا مجرد عرفنا ان ده اكتر حاجه بتتباع.
ايه بقى سببه؟ احنا ملناش دعوه دلوقتي. وهو ده الديسكريبتيف اناليسيس، مجرد بيوصف البيانات بتاعتك، بيلخص البيانات بتاعتك، بدل ما البيانات بتاعتك عباره عن الاف او ملايين الصفوف متسجله في داتابيز او في اكسل شيت، هو بس بيلخص كل البيانات دي ويطلع لنا بحاجه معينه، اكبر حاجه بقى موجوده، اقل حاجه بتتباع، اجمالي المبيعات كذا، التكاليف كذا، مش عارف ايه. وعلشان كده الديسكريبتيف اناليسيس احنا دايما بنستخدمه في بدايه اي تحليل، سواء بقى كنا بنشتغل في مبيعات او في ماركتنج او في تحليل بيانات مثلا موقع الكتروني، ايا كان الحاجه اللي احنا بنعملها. يعني مثلا لو انا قلت لك مبيعات الشهر اللي فات كانت 80,000، اكتر صنف بيتباع في المطعم ده هو البيتزا. الزيارات على موقع الكتروني معين خلال شهر 6 كانت 50,000 زيارة. الجمل اللي احنا قلناها دي كلها هي مجرد وصف للي حصل عندنا في البيزنس، وده بالظبط شغل التحليل الوصفي او الديسكريبتيف اناليسيس. طيب ليه بقى احنا دايما في اي مشروع تحليل بيانات لما بنيجي نعمل اي مشروع اول حاجه بنبدا بيها بنبدا بالديسكريبتيف اناليسيس؟ اشمعنى ده بالتحديد؟ ليه بنبدا بيه؟ بنبدا بالتحليل الوصفي لانه بيفهمنا البيانات الاول، بيفهمنا الدنيا في البيانات دي ماشيه ازاي. لان انت لما بتبص في البيانات بتاعتك قبل ما تسال ليه الحاجه دي حصلت، وقبل ما تسال ايه اللي هيحصل في المستقبل، لازم الاول تسال ايه اللي حصل اصلا، ايه اللي موجود في البيانات، البيانات بتتكلم عن ايه. فالديسكريبتيف اناليسيس بيديك زي نظره عامه كده على شكل البيانات، بيفهمك الدنيا. وكمان بنبدا بالديسكريبتيف اناليسيس علشان نتاكد ان الداتا بتاعتنا سليمه وجاهزه للتحليل. يعني بنتاكد ان الداتا مش ناقصه، وان القيم بتاعتنا منطقيه وكل حاجه مظبوطه، وان الداتا بتاعتنا واخده النورمال ديستريبيوشن او التوزيع الطبيعي. لان احنا لو مشينا على طول لحاجه مثلا زي البريدكتيف اناليسيس وبدانا نتنبأ من غير ما نفهم البيانات بتاعتنا، ده ممكن يوقعنا في فخ كبير جدا، وهو ان احنا ممكن نكون بنعمل تفسير غلط للبيانات بتاعتنا اصلا، وممكن النتائج اللي تطلع تكون مش حقيقيه، وده نتيجه لان احنا ما عملناش ديسكريبتيف اناليسيس او ما فهمناش البيانات بتاعتنا بشكل صح او ما وصفناهاش بشكل صح من الاول. فنصيحه كده، مهما كان هدف مشروعك اللي انت بتعمله، دايما نبدا بالديسكريبتيف اناليسيس، لانه زي ما قلت لك ببساطه انت مش هتعرف تحل المشكله من غير ما تفهم شكلها الاول. حاجه كمان على الديسكريبتيف اناليسيس انه بيعتمد على حاجه اسمها الديسكريبتيف ستاتستكس او الاحصاء الوصفيه. الاحصاء الوصفيه ببساطه هي الطريقه اللي انت بتلخص بيها البيانات، هي الطريقه اللي انت بتحاول تفهم منها الصوره العامه للبيانات، الدنيا ماشيه فين بالظبط، هي الطريقه اللي بتعرفك احنا فين بالظبط وايه اللي بيحصل حوالينا في البيانات. يعني مثلا متوسط المبيعات كان كام، عدد العملاء عندنا قد ايه، اكتر يوم كنا بنبيع فيه هو يوم ايه بالظبط، اقل يوم بيكون فيه طلبات. طيب الطلبات عندنا بتيجي منين اكتر، بتيجي من فرع التجمع ولا فرع المعادي ولا فرع مدينه نصر؟ كل دي كده الاحصاء الوصفيه. يبقى الاحصاء الوصفيه هي اننا بنقدم صوره واضحه على البيانات بس من غير ما نفسر ومن غير ما نتوقع حاجه في المستقبل. احنا مش بنسال ليه اللي حصل في البيانات ده حصل، لا احنا بنسال هو ايه اصلا اللي حصل ده في البيانات. وعلشان كده في الفيديو اللي فات اللي كنا بنتكلم فيه عن تحليل البيانات واللي فهمنا فيه حاجات كتير جدا، حاول ترجع الفيديو ده هيفهمك الصوره كامله عن المجال. قلنا كتير قوي يا جماعه والله اهم حاجه في المجال ده هي الاحصاء، والله اهم حاجه في المجال ده هي الاحصاء. سيبك من اي حد بقى يقول لك ايه، ذاكر اكسل، ذاكر بايثون، ذاكر سيكوال، ذاكر مش عارف ايه. طبعا الحاجات دي كلها مهمه، بس الحاجات دي كلها مجرد ادوات، والادوات قابله للتغيير، انما الساينس نفسه عمره ما يتغير. مش هيغيروا حاجات في الماثيماتكس والاحصاء، الحاجات دي ثابته، الحاجات دي هي الساينس اللي مبني عليه كل حاجه في المجال ده. كل بقى الاكسل والبايثون والسيكوال دي تول بتستخدم الساينس ده. علشان كده اي حد بيكلمني يطلب نصيحتي واذاكر ايه الاول ومش عارف ايه، اقول له اول حاجه تذاكرها هي الاحصاء. احرق في الاحصاء طاقتك كلها، خلص طاقتك في الاحصاء. انت ممكن تكون بتطلع داشبورد لونها حلو وشكلها حلو مش عارف ايه، بس انت مش فاهم بالظبط اللي بيحصل، وممكن تكون بتعمل حاجات كتير غلط وانت مش فاهم انها غلط اصلا. كل ده لمجرد ان انت ما عندكش معرفه كبيره بالاحصاء. الديسكريبتيف statistics اللي انت بتدرس فيها حاجه زي الميجرز اوف سنترال تندنسي، بتبدا بقى تعرف يعني ايه مين، يعني ايه ميديان، يعني ايه مود. المين والميديان والمود او الميجرز اوف سنترال تندنسي دي حاجات بتقول لك النقطه اللي حوالين البيانات دي كلها حواليها، يعني بتعرفك القيمه المتوسطه للبيانات. بس في بقى سؤال مهم، هم مش كل دول واحد؟ مش كل دول بيجيبوا لي القيمه المتوسطه للبيانات؟ المين بيعمل كده، الميديان برضه بيعمل كده، وبرضه المود بيعمل كده. يعني مش كلهم واحد، كلهم زي بعض بيدوني نفس الحاجه؟ لا طبعا، كل واحد فيهم ليه وقت وليه استخدام مختلف، والشطاره بقى انك تعرف تستخدم كل واحد فيهم امتى. يعني على حسب اصلا نوع البيانات اللي عندي، هل البيانات اللي عندي دي بيانات رقميه ولا هي بيانات يعني بيانات كلاميه؟ طيب هل البيانات اللي عندي دي فيها قيم شاذه او اوتلايرز ولا هي بيانات عاديه ما فيهاش مشاكل او ما فيهاش قيم متطرفه؟ وكمان الديسكريبتيف statistics بتشرح حاجه اسمها الميجرز اوف ديسبرجن او بالعربي كده مقاييس التشتت، ودي بقى اللي بتقول لك او بتعرفك البيانات بتتحرك قد ايه حوالين السنتر او حوالين المركز. يعني هل القيم عندك في البيانات قريبه من بعض قوي، القيم متقاربه، ولا القيم متباعده بعاد عن بعض؟ يعني مثلا لو انا قلت لك في شركه مكونه من 5 موظفين، مرتبات الموظفين فيها 3000، 3100، 3200، 3250، 3400. فزي ما انت شايف كده الداتا بوينتس او الاوبزرفيشنز او الارقام كلها متقاربه من بعض، قريبين من بعض شويه. غير لما انا اقول لك الشركه الثانيه اللي فيها 5 موظفين مثلا، في موظف بياخد 1000
في موظف بياخد 50,000، في موظف بياخد 150,000، في موظف بياخد مليون، في موظف بياخد 2 مليون. فبالشكل ده الارقام متباعده جدا عن بعض، وده اللي بيقوله لك الستاندرد ديفيشن او الانحراف المعياري. كل ما كان الانحراف المعياري كبير، كل ما كانت القيم متبعتره وبعيده عن بعض. كل ما كان صغير، كل ما كانت البيانات متقاربه حوالين المتوسط، قريبه من القيمه المتوسطه. طيب حلو جدا، انا بقى كمحلل بيانات هستفاد ايه اصلا من الكلام ده؟ نفترض دلوقتي ان احنا عندنا شركتين. الشركه الاولى متوسط المبيعات اليوميه 10000 جنيه، الشركه دي بتبيع في اليوم ب 10000 جنيه، ولما حسبنا الانحراف المعياري او الستاندرد ديفيشن لقيناه 500. الفرع التاني من الشركه او شركه تانيه عندنا برضو نفس المتوسط اللي هي 10000 جنيه في اليوم، بس الانحراف المعياري 5000 مش 500. الفرق هنا ان الفرع الاول اللي هو الانحراف المعياري بتاعه او الستاندرد ديفيشن 500، هو الفرع ده اداؤه ثابت مش متقلب، الدنيا فيه تمام والدنيا رزينه كده وراسيه. انما الفرع التاني بالرغم ان هو بيستخدم نفس المتوسط بس الانحراف بتاعه 5000 جنيه، هنا بقى ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون حد معين او داتا بوينتس معينه اشتروا حاجات كتيره او اشتروا حاجات بسعر عالي شويه. فمعرفتك لحاجه زي كده انت بقى بتبدا تعرف مين الفرع المستقر ومين الفرع اللي محتاج تدخل منك بقى كمدير. تبدا بقى تشوف الدنيا ماشيه ازاي، تغير حاجه في المبيعات، تغير حاجه بقى مثلا في الاداره في الموقع، ايا كان الحاجه اللي انت هتغيرها. فالانحراف المعياري هو مش مجرد رقم على ورقه، لا ده اداه، والارقام دي والديسكريبتيف statistics تولز هي بتساعدك فعلا ان انت تاخد قرار صح. فعشان كده معرفتك بالستاتستكس ومعرفتك بالارقام والحاجات دي كلها، ان انت تعرف امتى تستخدم المين، امتى تستخدم الميديان، امتى تستخدم المود، تبدا بقى تفهم اصلا يعني ايه ديسبرجن او يعني ايه تشتت، وتبدا تفهم المعنى الضمني وراء الستاندرد ديفيشن. يعني هل دلوقتي لو انا الستاندرد ديفيشن بتاعي عالي، هل دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه مثلا؟ طبعا الاجابه بتبقى على حسب البيزنس وعلى حسب كذا حاجه تانية. فانت بتبدا تشوف، يعني انت بتبدا تدرس الكلام ده كله وتفهمه. فانت لازم تاخد وقتك بزياده في دراسه الاحصاء. وان شاء الله باذن الله الفتره دي انا بحاول ان انا اعمل مجموعه كورسات، بس انا فعلا مشغول جدا. بس والله في الخطه ان شاء الله ممكن خلال الشهر ده او الشهر ده ان شاء الله يعني ممكن نبدا في سلسله جديده من الكورسات. يعني هنتكلم بقى شويه، هنبدا نتكلم في السيكول بالتوازي مع ممكن شويه باور بي اي، وبرده ممكن بالتوازي مع كورس statistics. فيعني حاولوا تتابعونا وحاولوا يعني ايه تشجعونا في الكومنتات، لان انا لو شايف ان في ناس كتير مهتمه ده اللي هيشجعني ان انا اصور فيديوز او انزل كورسز. حاجه برده كمان في الديسكريبتيف statistics لما انت تبدا تفهمها وتذاكرها كويس، هي التشارتس والجرافس، الرسومات البيانيه والاشكال والرسومات اللي انت بتشوفوها دي. ناس كتير ممكن تكون فاهمه ان الحاجات دي انت بتحطها وخلاص، او على حسب الشكل، على حسب المساحه في الداشبورد ومش عارف ايه. الموضوع ده وراه ساينس، يعني انت بتبدا بقى تشوف يعني امتى بقى تستخدم البار تشارت ولا الباي تشارت ولا اللاين تشارت او الهيستوجرام. الحاجات دي كلها بتعتمد على اكتر من حاجه، ممكن تعتمد على نوع البيانات نفسها، بتعتمد مثلا انت عايز ممكن مثلا البار تشارت تستخدمه لو انت عايز تقارن بين كميات او بين قيم، عايز مثلا تقارن فروع ببعضها، لو انت شركتك او المطعم بتاعك فيه 3 4 فروع، فممكن بقى تبدا بقى تقارن ايه مبيعات الفروع في بار تشارت. طب الفرع الاول كذا، الفرع الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا. تبدا بقى تشوف المنتجات بتاعتك، مبيعات المنتج ده كذا، المنتج ده كذا، وهكذا. يعني الباي تشارت لما انت بتكون في الغالب يعني بنستخدمه في حوار النسب لما يكون عندنا نسب مئويه او حاجات من دي. اللاين تشارت ممكن نستخدمه لما نكون عايزين نعرض البيانات بتاعتنا من خلال الزمن، عبر الزمن، يعني مبيعات خلال اليوم المعين، خلال شهر معين، خلال السنه، وهكذا. حاجه بقى زي الهيستوجرام ممكن نكون بنستخدمها لو احنا بنقارن قيم للديستريبيوشن او توزيع القيم. وكمان برضو لو انت بتدرس ديسكريبتيف statistics هتبدا بقى تشوف لو الداتا بتاعتك مثلا رايت سكيود او ليفت سكيود، او الداتا بتاعتك واخده النورمال ديستريبيوشن. انت المفروض مش تفهم المعنى الرياضي للكلام ده بس، لا انت المفروض تفهم يعني ايه الداتا اصلا ليفت سكيود، هي دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه في البيانات بتاعتنا؟ طب لو رايت سكيود، طيب النورمال ديستريبيوشن ده اصلا بيعبر عن ايه؟ وتبدا تفهم الكلام ده. وعلى فكره في وجود الذكاء الاصطناعي في حاجه زي كده بيسهل الفهم بشكل كبير جدا. بس دلوقتي في ظل وجود الذكاء الاصطناعي او حاجات زي تشات جي بي تي، الموضوع يا جدعان بقى ممتع بشكل مش طبيعي. انت في حد معاك اي حاجه انت عايز تفهمها يفهمها لك، صور له اللي انت مش فاهمه هيفهمه لك، قول له اديني مثال تاني، اشرح لي الموضوع بصوره اكبر، ادخل لي في التفاصيل اكتر. طيب ممكن تعمل لي زي يوز كيس او تقول لي مثال عملي، الحاجه دي اصلا انا بدرسها ليه؟ انا هستفيد ايه اصلا دلوقتي لما ادرس مثلا او بي او ادرس كذا؟ ده بيفهمني في ايه اصلا، او ده بيفيدني في ايه اصلا؟ يعني في الاستاتستكس انت تقول له انا ليه اصلا بدرس الستاندرد ديفيشن؟ ايه الفكره ان انا اعرف يعني ايه ستاندرد ديفيشن؟ يعني ايه ستاندرد ديفيشن يكون كبير او صغير؟ اتكلم مع الذكاء الاصطناعي وفضفض كده وشوف وحاول تتعلم منه اكتر. فدي من الحاجات اللي انا شايفها دلوقتي ان المذاكره فعلا بقت سهله بشكل مش طبيعي. يعني انت بس ايه خد القرار وابدا، انت بس خد القرار وابدا وهتلاقي الدنيا سهله والموضوع مش صعب. فعايز بس اقول لك حاجه، ان الشخص اللي جامد في التحليل هو الشخص اللي جامد في الاحصاء مش في الادوات.
لان زي ما قلت لك الاداه دي ممكن تتغير، بس التحليل والاحصاء هو الاساس، ده اللي عمره ما هيتغير. فبقولها لك اهو، لو انت مش شاطر في الاحصاء، لو انت مش جامد في الاحصاء، والله ما هتعرف حاجه في المجال ده، وكل اللي انت بتعمله في المجال ده تضييع وقت، وهتعرف ده بعدين. لازم تظبط الاحصاء الاول، مفيش مفر. فاكر لما كنا بنتكلم على الديسكريبتيف اناليسيس او التحليل الوصفي، وقلنا انه بيجاوب على سؤال ايه اللي حصل؟ زي مثلا ايه اللي حصل في المبيعات، هقول له المبيعات قلت بنسبه 20% مثلا في شهر مارس. ده كده كان بالنسبه للديسكريبتيف اناليسيس اللي هو بيجاوب على سؤال ايه اللي حصل. هنا بقى يجي النوع الثاني من انواع الاناليسيس، وهو الدياجنوستيك اناليسيس او التحليل التشخيصي. زي الدكتور الاول يوصف الحاله، بعدين يبدا يشخص. نفس الكلام بالظبط، احنا الاول وصفنا البيانات بتاعتنا وفهمنا الدنيا، نبدا بقى نشخص المشكله بتاعتنا. وده اللي بيحصل في الدياجنوستيك اناليسيس او التحليل التشخيصي. هدفه الاساسي ان يقول لنا ليه اللي حصل ده حصل اصلا. يعني احنا مثلا في التحليل التشخيصي او الديسكريبتيف قلنا ان المبيعات قلت في شهر مارس بنسبه 20%. هدف الدياجنوستيك اناليسيس بقى ان هو يقول لي ايه السبب اللي خلى المبيعات تقل بنسبه 20% في شهر مارس. هو مش بيوصف بس، لا ده بيبدا يسال ويفكر ويدور على السبب الجذري اللي ادى لحدوث المشكله دي. يعني هو دلوقتي عرف ان في مشكله، ان المبيعات قلت في شهر مارس بنسبه 20%. يبدا بقى يسال نفسه، والمحلل البيانات اللي بيعمل الدياجنوستيك اناليسيس، هل دلوقتي المبيعات نزلت في كل الفروع ولا في فرع واحد بس؟ طب هل انا كان في منتج عندي بيتباع والمنتج ده اوت اوف ستوك او ما بقاش موجود، وهو ده اللي سبب او اللي خلى ان المبيعات تقل؟ طب هل في مشكله مثلا حصلت في الدليفري فده ادى ان المبيعات تقل؟ ولا ممكن يكون في منافس عامل عرض جامد جدا جنبي قريب مني مثلا في المنطقه الجغرافيه او حاجه، والشخص ده ادى ان المبيعات تقل عندي؟ ولا ممكن يكون اصلا الجو حر والناس مفرهده ومحدش بيشتري؟ ده ممكن يكون الماركتير المسؤول عن الحملات الاعلانيه بطل يعمل حملات اعلانيه الفتره اللي فاتت، فده اللي ادى ان المبيعات تقف. اللي احنا بنقوله ده كله هو الدياجنوستيك اناليسيس. هو بيحاول يشوف حل المشكله، بيحاول يشوف ايه السبب، هو بيحاول يشخص المشكله. يبقى التحليل التشخيصي او الدياجنوستيك اناليسيس هو بياخدنا من الديسكريبتيف اناليسيس، من الوصف، مجرد الوصف، لحد السبب الحقيقي اللي ادى ظهور المشكله دي. يعني بدل ما يبص على العرض اللي ظاهر بس، لا بيبدا يدور على المرض الحقيقي اللي خلى العرض ده يظهر. وخلي بالك انت لو ما وصلتش للروت كوسز، او لو ما وصلتش للسبب الاساسي اللي ادى لظهور المشكله، هتفضل طول عمرك تحل الاعراض، هتحل اعراض المشكله بس، والمشكله نفسها هتفضل تظهر تاني وتاني وتاني. عارف نفسك كده الشخص اللي مثلا ممكن يكون بيشتكي من مرض، من حاجه معينه في معدته، وكل شويه ياخد مسكنات، ياخد مضادات حيويه، بس هو ما عالجش المشكله، هو ما كشفش وما عملش تحليل معين. اكتشف ان لا قدر الله في حاجه مثلا بسيطه في المعده، الحاجه دي كان لازم يشيلها، حاجه في المراره، حاجه في حاجه معينه، فهو كان كل مره يتعب ياخد مسكن، ياخد مضاد حيوي، بس هو ما عالجش المشكله نفسها. علشان كده هيفضل طول عمره ياخد في نفس المهدئات ونفس المسكنات ونفس المضادات الحيويه. تعالوا نتكلم اكتر على الدياجنوستيك اناليسيس ونشوف لما كنا بنشرح مثال المطعم اللي احنا كنا بنتكلم عليه من اول المحاضره. تعالوا كده نرجع للمثال اللي احنا كنا بنتكلم عليه من اول المحاضره، وهو المطعم. الراجل صاحب المطعم اكتشف ان المبيعات قلت عنده في شهر من الشهور بنسبه معينه. نفترض المبيعات قلت زي ما قلنا في شهر مارس بنسبه 20%. الداتا اناليست بعد ما طلع بالديسكريبتيف اناليسيس بدأ ان هو يعمل تحليل تشخيصي ويسأل ليه بالظبط، ليه المبيعات قلت في الشهر ده بنسبة 20%. واحنا بندور لقينا ان المبيعات في فرع التجمع نزلت بشكل كبير جدا، وبرضه العملاء اشتكوا من بطء التوصيل. العملاء اللي في منطقة التجمع بيقولوا ان الدليفري، الناس بتوع الدليفري بيأخروا جدا قبل ما بيجوا، وكمان السوشيال ميديا كان فيها تعليقات سيئة جدا بخصوص جودة المطعم. فكده احنا فهمنا ان السبب الحقيقي مش في السوق كله، لا المشكلة عندنا في فرع واحد بس، مش في كل الفروع، وده بسبب الخدمه وبسبب المشاكل اللي كانت موجوده في فرع التجمع. في تولز كتيره جدا بنستخدمها في الدياجنوستيك اناليسيس، زي حاجه اسمها الدريل داون اناليسيس، وزي حاجه اسمها الكورليشن اناليسيس، ان احنا بنبدا بقى نشوف هل في علاقات ما بين متغيرات وبعضها، هل في علاقات مثلا ما بين ان الاوردر يعدي ال 20 دقيقه او ال 30 دقيقه على حسب على ما يوصل للزبون يعني، وما بين ان المبيعات تقل. نبدا بقى ندرس الكلام ده كله، ده اسمه الكورليشن اناليسيس. فكل دي تولز بنستخدمها في الدياجنوستيك اناليسيس. فانت لازم تبقى عارف ان التحليل التشخيصي هو مش اجابه جاهزه، لا هي رحله استكشاف كبيره. يعني مفيش اي اجابه هتجيلك كده على طبق من ذهب. احيانا تبص على الرقم تلاقيه غريب شويه، بس مش عارف ليه هو الرقم ده غريب، بس انا مش فاهمه. تبدا بقى انت تعمل رحله من الفرضيات، تبدا تفترض حاجات كتيره جدا على الرقم ده، يعني تتخيل اسباب ممكنه وتحاول تختبر كل واحده من الاسباب اللي انت اختبرتها.
يعني مثلا هل حصل تغييرات في الاسعار؟ هل مثلا كان في خصومات اتعملت قبل شهر مارس فادى لان الناس كلها اشترت خلاص في الشهر اللي قبل شهر مارس اللي هو فبراير باين تقريبا، فخلاص فده طبيعي ان المبيعات تقل في شهر مارس؟ ولا ممكن يكون المنافسين عملوا عروض اقوى منا؟ ولا في منتجات اصلا مش موجوده عندنا في الستوك، يعني الناس بتشتري منتجات معينه والمنتجات دي مش موجوده؟ ورا كل بقى فرضيه من دي انت حاططها لازم تحفر وراها كده بقى في الداتا، تبدا بقى تشوف الجداول، تعمل فلتره، تقارن ما بين مبيعات الشهور، تبدا بقى تعمل زي سيجمنتيشن، تقطع الداتا كده لسيجمنتس وتبدا تشوف وتقسم البيانات علشان توصل للاجابه الصحيحه. وهنا بقى يظهر مهاره الكريتيكال ثينكينج واللوجيكال ثينكينج اللي احنا قلنا عليها، الشخص الناقد اللي عنده تفكير ناقد وعنده بيفكر بشكل منطقي شويه، لان هي دي المهارات اللي بتخليك تسال الاسئله الصح وتشك في الحاجه الغلط. فكل ما تشوف رقم او حاجه معينه تقول لا استنى كده، الرقم ده شكله مش طبيعي شويه، لازم الاول اشوف تاثير الرقم ده في اماكن تانية. عايز اقول لك احيانا ان السبب الجذري للمشكله ممكن يكون غريب ومش مفهوم بالنسبه لك. يعني هقول لك مثال غريب شويه، في شركه من شركات الاي كوميرس زي امازون ونون وجوميا والحاجات دي كلها لاحظت ان المبيعات عندها في شهر نوفمبر قلت بشكل غريب جدا مقارنه بالسنه اللي فاتت. يعني مثلا نفترض ان السنه اللي فاتت المبيعات كانت 500,000 في شهر 11، السنه دي خلينا نقول ان المبيعات مثلا بقت 100,000، فالرقم فعلا قليل جدا، الرقم قل بشكل مش طبيعي. قالوا لك يا عم نبدا بتحليل وصفي او ديسكريبتيف اناليسيس اللي احنا بنعمله في الاول ده. عملوا التحليل الوصفي، لقوا ان عدد الزيارات للموقع ما اتغيرتش، بل بالعكس ده كان في زياده، وكمان الكميه المعروضه من المنتجات كلها متوفره، مفيش اي حاجه حصلت، والاسعار مستقره، الاسعار ما زادتش ولا حاجه، كل حاجه تمام. طيب ايه بقى السبب اللي خلى المبيعات تقل بالشكل ده؟ عشان نفهم بقى السبب لازم كده ايه نغوص بايدينا، لازم ندخل جوه البيانات ونعمل حاجه زي الدريل داون اناليسيس، نبدا بقى ندخل جوه التفاصيل في البيانات. المهم عملنا دريل داون اناليسيس على الزيارات للموقع بتاعنا والمبيعات، وبدانا بقى نشوف المبيعات حسب الجهاز والزيارات حسب الجهاز، اذا كان الجهاز ده بقى مثلا موبايل او اذا كان لابتوب او اذا كان ايباد، ايا كان نوع الجهاز. دي كلها من البيانات اللي بتبان على منصات زي مثلا حاجه زي جوجل اناليتكس. جوجل اناليتكس بيعرف الاناليست او الشخص اللي هو يكون ماسك التول دي، بيبدا بقى يديله حاجات زي كده، يعرفوا كام واحد دخل، كام واحد فضل في الصفحه دي، يبدا بقى يقول له ان الترافيك اللي جاي لك ده جاي لك من اوبريتنج سيستم كذا، نوع حتى الاوبريتنج سيستم يقول لك جاي له من ديفايس كذا. المهم بعد ما عملنا دريل داون اناليسيس وبدانا نشوف الناس بقى والترافيك ده جاي من كمبيوتر ولا لابتوب ولا ايباد ولا ايه، اكتشفنا ان على الكمبيوتر الدنيا طبيعيه وعلى الايباد والتابلت، بس لقينا بقى حاجه غريبه جدا على الموبايل، ان نسبه اتمام الشراء في الموبايل نزلت بشكل مش طبيعي، نزلت جدا جدا جدا. طيب يا جماعه اشمعنى الموبايل بالتحديد؟ اشمعنى الناس اللي معاها موبايل المبيعات معاها قلت؟ ما السنه اللي فاتت الناس دي كانت الدنيا زي الفل وكل حاجه كانت تمام، اشمعنى السنه دي الناس اللي معاهم موبايل اللي بيدخلوا على الموقع بتاعنا او على الابلكيشن بتاعنا من خلال الموبايل الناس دي مش بتشتري؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ليه الناس دي مش بتتم عمليه الشراء؟ في حاجه غريبه. فضلوا بقى يفكروا في اكتر من حاجه لحد ما قالوا ما تيجوا نراجع كده في اليو اكس، نشوف شكل التصميم، الزراير موجوده فين، هل في حاجه غلط، هل في حاجه في التصميم مضايقه المستخدم مخليه مش بيتم الشراء. الحمد لله لقيوا السبب الحقيقي بعد ما طلع عينيهم حرفيا في التحليل ويعرفوا المشكله ويعملوا يو اكس تيست ويبداوا يشوفوا ايه الدنيا ماشيه ازاي. اكتشفوا ان اخر تحديث اتعمل للموبايل ابلكيشن مكان الزرار بتاع الباي ناو المكان ده اتغير، المكان ده بدون ما حد ياخد باله بقى قريب جدا من تحت كده في الخانه اللي بتعمل رجوع بالغلط. يعني انت لو دوست على باي ناو ممكن صباعك يجي كده شويه فيدوس رجوع، ودي حاجه في اليو اكس مش صح، دي حاجه سيئه جدا. يعني بدل ما الشخص كان يدوس على شراء يقوم عامل له رجوع او يقوم مرجعه ورا، ف70% من الناس كانوا بيخرجوا من الخطوه الاخيره قبل الشراء بالغلط. يعني باختصار الزرار اتحرك الشركه خسرت ملايين. بس كويس ان انت بفضل الدياجنوستيك اناليسيس قدرت ان انت تحل المشكله دي وقدرت ان انت تعرف الروت كوز او السبب الاساسي للمشكله، فخلاص عدلت اليو اكس والحمد لله المبيعات زادت والدنيا بقت زي الفل. وده فايده الدياجنوستيك اناليسيس. فزي ما قلنا الدياجنوستيك اناليسيس هو مهم جدا. ليه بقى مهم؟ قبل ما اقول لك ليه مهم خليني اسالك سؤال، تفتكر ايه ممكن يكون اخطر من ان مشكله تحصل؟ الاخطر من ده كله انك ما تفهمش سبب المشكله الحقيقي، وده هو الدياجنوستيك اناليسيس، ان هو مش بس بيقول لك ان المبيعات قلت او المبيعات زادت، لا ده بيعرفك اللي قل ليه واللي زاد ليه. طيب لما المبيعات زادت هحتاج اعرفها ليه؟ ما زي الفل ما اسيبها. لا هحتاج اعرفها علشان اللي حصل اكرره تاني فالمبيعات تزيد بشكل مستمر. في اسباب مهمه جدا بتبرز اهميه الدياجنوستيك اناليسيس، منها ان هو بيساعد الشركات انها تحلل المشكله بسرعه او انها تحل المشكله بسرعه، وده اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه زي المثال بتاع الاي كوميرس ابلكيشن، ان المشكله عندي كانت في زرار كان مكانه مش حلو، مكانه مش في اليو اكس مش احسن حاجه كديزاين، فلما غيرنا مكان الزرار لمكان جديد ومكان بقى واضح الموضوع اتحل والمبيعات رجعت والدنيا بقت زي الفل. وكمان برضو حاجه زي كده هتؤدي ان انا امنع خسائر مستقبليه. يعني لو انا ما كنتش لحقت نفسي في موضوع الديزاين ده وفهمت ان في مشكله عندي في كذا، تخيل كل يوم بيعدي الشركه تخسر فلوس قد ايه، لان كل يوم بيعدي او بلاش كل يوم، كل ساعه بتعدي
انا بقلل عمليات شراء كتيره جدا كانت هتتم. يعني لو كان في المعتاد ان في الساعه بيتم عندي 500 عمليه شراء، 400 عمليه شراء، ده طبعا لو انا شركه كبيره شويه، فممكن بدل ما كان يتم الرقم ده ال 500 وال 400 ممكن كان يتم 30 40. ففعلا المبيعات قلت بشكل كبير. كل ده زي ما قلت لك بسبب زرار واحد بس مكانه مش صح. وكمان ده بيعمل تراست عندي في القرارات اللي بتتاخد بناء على البيانات، لان الشركه بتاخد قرار مبني على حقيقه، مش مجرد شعور او تخمين او حاجه كده حد حسها وقالها، او مدير الشركه قال بخبرته مثلا انا شايف ان كذا. لا، انا واخد القرار ده بناء على بيانات عندي. وده بيخلي التيم كله، بيخلي مدير الشركه وبيخلي كل الناس تثق في اللي محلل البيانات ده بيقوله. الشخص ده بيقول كلام فعلا، الكلام ده حقيقي، الراجل ده مش بيهرتل بالكلام، الراجل ده بيقول كلام معتمد على داتا. وكمان الدياجنوستيك اناليسيس هو يعتبر الجسر ما بين ايه اللي حصل وايه اللي احنا هنعمله دلوقتي. يعني مثلا لو من خلال الديسكريبتيف اناليسيس عرفنا ان الزيارات على الموقع بتاعنا قلت، السؤال الصح بقى هنا هي ليه الزيارات قلت، ومين اللي ما بقاش يزور، ومن اي مدينه، هل في مدينه معينه، هل في جهاز معين، الموبايل بقى او الكمبيوتر او اللابتوب. فبمجرد ما بنعرف السبب خلاص احنا عرفنا دلوقتي ايه اللي حصل. هنبدا بقى نخطط لايه اللي جاي، ايه اللي احنا نعمله دلوقتي حالا. هل نحسن التطبيق دلوقتي، هل نستهدف جمهور جديد، هل احنا نعمل حملات اعلانيه جديده في مناطق تانية ما كانتش بيوصل لها اعلاناتنا. فاختصارا لكل اللي احنا قلناه، لو الديسكريبتيف اناليسيس بيجاوب على سؤال ايه اللي حصل، فالدياجنوستيك اناليسيس او التحليل التشخيصي هو اللي بيسال السؤال الذهبي، ليه اللي حصل ده حصل اصلا، وازاي نتصرف. وبكده نكون خلصنا كلامنا على الدياجنوستيك اناليسيس. تعالوا ناخد نوع تاني من انواع الاناليسيس وهو البريدكتيف اناليسيس او التحليل التنبؤي. تعالوا دلوقتي نتكلم على النوع الثالث من انواع التحليلات وهو البريدكتيف اناليسيس او التحليل التنبؤي. تفتكر لو انا قلت لك ان في الشركه دي بتبيع منتجات وعندها مثلا بيانات المبيعات لمده 5 سنين فاتوا، وانا قلت لك من خلال البيانات اللي معاك دي بس اللي هي بيانات ال5 سنين اللي فاتت، هل تقدر تعرف من البيانات اللي معاك دي المبيعات هتكون ازاي الشهر اللي جاي؟ يعني هل تقدر تتوقع المبيعات الشهر اللي جاي هتكون كام بالظبط؟ هتقول والله مثلا انا ما اقدرش اقول لك بالظبط، انا هرجع للسنين اللي فاتت، لل5 سنين اللي فاتوا، واشوف مثلا مبيعات شهر 8 او شهر 9 كانت ماشيه ازاي في كل ال5 سنين، واقدر اقول لك رقم تقريبي كده. يعني اقول لك مثلا المبيعات هتبقى 90,000 80,000 60,000 وهكذا. الرقم اللي انت قلته ده قلته بناء عليه؟ قلته بناء على ان انت رجعت للبيانات السابقه، رجعت للهيستوريكال داتا، للبيانات المخزنه من قبل، وبدات تشوف المبيعات كانت ماشيه ازاي في الشهر ده، وبناء على ده بدات تتوقع المبيعات هتكون ازاي. وهو ده البريدكتيف اناليسيس او التحليل التنبؤي. التحليل التنبؤي ببساطه هو ان انت بيكون عندك هيستوريكال داتا او بيانات مخزنه من قبل، وخلال ما انت بتدور في البيانات اللي معاك دي، بيانات ال5 سنين اللي فاتوا، بيكون عندك زي باترنز او انماط مكرره فيها مثلا ارتفاع في المبيعات. عندك مثلا زي شهر رمضان، زي الاعياد، زي راس السنه، مش عارف ايه، دي من الحاجات اللي المبيعات فيها بتكون زياده شويه، فده كده اسمه نمط، ده كده اسمه باترن. بناء بقى على البيانات المخزنه عندك من قبل، وبناء على الانماط اللي انت لقيتها في البيانات اللي قبل كده، بتبدا بقى ان انت تعمل ماشين ليرنينج مودلز او statistical مودلز، يعني نماذج رياضيه، نماذج ذكاء اصطناعي، او نماذج احصائيه، نماذج رياضيه. النماذج دي بقى هي اللي بتتنبأ بالمستقبل. يبقى البريدكتيف اناليسيس بدل ما بنقول ايه اللي حصل، لا احنا دلوقتي بنقول ايه اللي هيحصل في المستقبل. يعني بنقول خلي بالك ان في المستقبل متوقع ان المبيعات تكون كذا. يعني مثلا دلوقتي لو احنا شركه بنورد حاجات معينه، احنا شركه ملابس كبيره جدا وبنورد لستورز تحتينا شويه، تحت مننا ناس شغاله بقى في الريتيل والبيع بالتجزئه وهكذا، واحنا عايزين نعرف مين من المحتمل من الكاستمرز دول ممكن ان هو يسيبنا، ممكن ان هو ما يتعاملش معانا. فدي من امثله البريدكتيف اناليسيس. احنا عايزين نتنبأ مين من الناس دي ممكن يسيبنا، عايزين نتنبأ المبيعات هتكون ازاي بعد شهر، عايزين نتنبأ المبيعات هتكون ازاي بعد سنه، عايزين نتنبأ مثلا في مثال معين في العقارات، عايزين نعرف سعر الارض في مكان معين هيكون ازاي بعد سنه، بعد سنتين، بعد 3. وده اللي الناس الشاطرين في العقارات بيعملوه. الناس دي بتاخد القرار ده بناء على بيانات، مش مجرد كلام كده وخلاص بيتقال. لا، الناس دي دارسه كويس جدا وعارفه الهيستوريكال داتا بتاعه الاراضي في المنطقه دي، الاراضي دي بتزيد مثلا بشكل معين او بنسبه معينه، لا فاحنا نستثمر في الحته دي، لا خلينا في مكان تاني ممكن نستثمر فيه. كل اللي احنا بنقوله ده هو بريدكتيف اناليسيس، ان بناء على بيانات موجوده عندك قبل كده بتبدا تدرس البيانات دي، تطلع منها بباترنز او بانماط، وبناء على كل ده تقدر ان انت تتنبأ في المستقبل ايه اللي ممكن يحصل. يبقى كده لو الديسكريبتيف اناليسيس بيقول لي ان في المعتاد بيحصل عندي دروب في المبيعات في شهر ديسمبر، الدياجنوستيك اناليسيس هياخد الموضوع ده لمرحله اكبر شويه، يقول ده احنا فعلا اكتشفنا الكلام ده، بس الكلام ده اكتشفناه طلع السبب ان الناس بتسافر في شهر ديسمبر فما بيطلبوش كتير، فطبيعي ان المبيعات تقل. البريدكتيف اناليسيس بقى او التحليل التنبؤي يقدر يقول لك بناء على اللي حصل السنه اللي فاتت، بناء على شهر 12 السنه اللي فاتت والسنه قبلها والسنه
السنه اللي قبلها وكل السنين اللي فاتوا، انا اقدر ان انا اقول لك ان شهر 12 السنه اللي احنا فيها دي المبيعات ممكن يحصل فيها دروب او ممكن انها تقل بنسبه 25%. وطبعا دي حاجه حلوه جدا ان احنا عرفناها، لان نتيجه للكلام ده ممكن بقى ان احنا عايزين نزود المبيعات في الشهور اللي فاتت، نعمل بقى شويه خصومات مبكره، شويه نعمل حملات تسويق كبيره جدا قبل شهر ديسمبر، ممكن ان احنا بقى نشجع الطلبات قبل السفر، يعني احنا عارفين ان الناس بتسافر في الوقت ده، فنعمل لهم بقى شويه عروض، شويه حاجات، شويه حركات، مش عارف ايه كلام من ده. وطبعا بالشكل ده احنا زودنا المبيعات، او ممكن نقول قللنا خسارتنا للمبيعات. يعني بدل ما كنا نخسر 25% يا عم خسرنا 6، خسرنا 7، خسرنا 8، فبالتالي برضه احنا كسبانين مش خسرانين. واللي احنا بنقوله بقى كده ده الداتا ساينس. ده بقى الفرق ما بين الداتا ساينس والداتا اناليسيس. الداتا اناليسيس مجرد اللي احنا بنعمله ان احنا شغالين في الماضي، شغالين ندرس الماضي. يبقى الداتا اناليسيس او تحليل البيانات قايمه على دراسه الماضي باستخدام بقى الاحصاء الوصفيه اللي هو الديسكريبتيف اناليسيس او الدياجنوستيك حتى اناليسيس. انما جاست ان انت رحت للبريدكتيف اناليسيس، انت كده بقى دخلت في حته الداتا ساينس. كده انت بقى هتبدا تعمل شويه ماشين ليرنينج مودلز او statistical مودلز علشان تقدر تتنبأ في المستقبل. ده بقى الفرق ما بين الداتا ساينس والداتا اناليسيس. احنا ممكن نبقى نعمل فيديو خاص للموضوع ده، لان الموضوع ده فيه كلام كتير حلو ممكن يتقال، ممكن نبقى نتكلم فيه بعدين. تعالوا دلوقتي نتكلم مع بعض عن اخر نوع من انواع التحليلات، وهو البريسكريبتيف اناليسيس. البريسكريبتيف اناليسيس هو باختصار اننا مش بس بنعرف ايه اللي حصل اللي هو التحليل الوصفي او الديسكريبتيف اناليسيس، ولا حتى بنعرف اللي حصل ده ليه حصل اللي هو الدياجنوستيك، ولا بنحاول نتنبأ ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل اللي هو البريدكتيف. لا، ده احنا بناخد الموضوع لمرحله بعيده قوي، اللي هي ايه؟ اللي هو نعمل ايه بقى؟ اللي بيميز البرسبكتيف اناليسيس انه مش بس بيرصد او بيتوقع، لا ده كمان بيقترح افضل تصرف ممكن ان احنا نعمله علشان نطلع بنتائج حلوه. تعالوا نبسط الموضوع بشكل اكبر. لو احنا عندنا شركه بتبيع اي منتج او اي سيرفيس معينه، واكتشفنا ان نسبه المبيعات قلت جدا، ايه الخطوات اللي ممكن ناخدها، او ايه اللي احنا ممكن نفكر فيه، او ايه اللي ممكن نعمله علشان نزود المبيعات او نرجع المبيعات حتى لمستواها الطبيعي؟ هل نزود الاعلانات، ولا ممكن نغير اسعار المنتجات، نقلل الاسعار شويه؟ بس احنا كده ممكن نكون بنخسر مش بنكسب. طيب نعمل ايه؟ ممكن ندرب الناس اللي شغاله في التسويق، فريق التسويق عندنا ندربهم، نديهم كورسات، حاجات يطوروا مهاراتهم، يعرفوا يبيعوا اكتر. الموضوع يحير، نعمل ايه بالظبط؟ والفكره ان انا ما عنديش رفاهيه ان انا اجرب، يعني انا مش هروح مثلا اعمل اعلانات او اعمل اعلانات كتيره وممكن اكون مش ده اللي انا محتاجه، ولا برضه هروح اصرف فلوس تدريب التيم بتاع السيلز، وممكن يكونوا مش محتاجين تدريب. فانا عايز اعرف حاجه، والحاجه دي تضمن لي ان القرار اللي انا هاخده هو ده الصح، هو ده الانسب، هو ده الاكثر فاعليه. الديسكريبتيف اناليسيس او التحليل الوصفي هو اللي عرفني ان المبيعات قلت، والدياجنوستيك اناليسيس هو اللي جاوبني على سؤال ليه المبيعات قلت، وقال لي ان المبيعات قلت علشان الحملات التسويقيه اللي احنا كنا بنعملها ضعيفه. والبريدكتيف اناليسيس او التحليل التنبؤي هو اللي قال لي ان احنا لو استمرينا بالشكل ده المبيعات هتنزل جدا خلال الربع اللي جاي. انما بقى دور الوحش البرسبكتيف اناليسيس هو اللي هيقول لي اعمل كذا وكذا وكذا علشان تعالج المشكله دي. يعني هيقول لي مثلا انت محتاج تعمل حمله تسويق لافضل 3 منتجات موجوده عندك في الشركه، والحمله دي هنعملها في المنطقه اللي المبيعات فيها قليله، وهنبدا الحمله من يوم الاثنين الجاي. والكلام اللي احنا بنقوله ده مش مجرد اقتراح عام او مجرد كلام عادي، لا ده اقتراح مبني على البيانات ومبني على الاهداف اللي احنا عايزين نحققها. يعني الكلام ده مدروس، مش كلام بيتقال وخلاص. وطبعا دي حاجه متقدمه جدا في مجال الداتا، بتستخدم بقى حاجات متقدمه، حاجه اسمها الجينيتك الجوريثمز، تستخدم حاجه اسمها لينير بروجرامينج، وحاجات كتير بقى من الحاجات دي. وبس كده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. وما تنسوش اي حد في باله اي حاجه معينه، في باله اي سؤال معين، ممكن يكتب في الكومنتات وان شاء الله هرد عليه. ولو انت مهتم ان شاء الله الفتره الجايه نبدا ندي كورسز في تحليل البيانات زي ما قلت لك، في باور بي اي، في بايثون، في سيكوال، في الحاجات دي كلها، فاستاذنك انك تكتب ده في الكومنت، لان فعلا انا لو شايف ان العدد كبير وان في ناس كتير مهتمه انا هعمل ده، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتشجعني. وفي النهايه عايز اقول لك ان انا مبسوط جدا ان انت استحملتني المده دي كلها، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه. وبس كده، سلام.